تعرف ان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي نقذ مصر؟ ايوه نقذ مصر بالفعل. قول لي ازاي نقذ مصر؟ الراجل ده عسكري، راجل فاهم تخطيط العسكري وفاهم مداخله ومخارج العسكريه. ازاي؟ لو كان اي حد تاني ماسكنا مدني والله ما كان هيسلك ولا هيسد في الحوارات العسكريه اللي بتدور في المنطقه في الشرق الاوسط. انتوا شايفين اللي بيحصل في الشرق الاوسط، انتوا شايفين اخواننا اللي بيحصل فيهم. الحمد لله محدش عارف يمسنا باي شيء. في سينا الراجل راح عمل حرب في سينا وحارب في سينا. حارب مين؟ حارب الارهاب وقضى على الارهاب. عمل امن وامان في مصر، وقف مصر على رجليه، قوى الجيش بتاعنا. الراجل ده قوي يا جماعه والله. تشوفه وهو في روسيا بيشارك في الاحتفاليه وراجل يشرف فعلا. تشوف بوتين وهو بيبص له وبيسلم عليه بيستقبله، فعلا راجل يشرف. الصين جت عملت معانا مناورات ليه؟ من قوه رئيسنا وقوه جيشنا. العالم كله عارف قوتنا، بس للاسف في بعض الناس في الشعب بتاعنا مش عارفه قوه جيشنا ولا قوه رئيسنا. فاتحين عقولهم للقنوات المضله اللي بيضلونا، اللي بيضحكوا علينا، اللي بيستخفوا بعقولنا. الناس دي اللي بتضلنا في القنوات زي معتز مطر ومحمد ناصر وغيرهم وغيرهم وغيرهم، دول لو بيحبوا البلد ما كانوش يقولوا كده، ما كانوش يقولوا ايه اللي انتوا فيه ده، ايه الاقتصاد واقع، ايه. كانوا يقولوا حاجات تانية. كانوا يقولوا اصبروا، اشتغلوا، اتعبوا، اقفوا ورا رئيسكم، اقفوا ورا جيشكم، مصر قد الدنيا. بس ما بيقولوش كده. ما بيقولوش كده ليه؟ عشان بيكرهونا. فلازم نفوق ونصحى للكلام ده. لازم نفوق ونصحى للكلام ده. لازم المخ ده يشتغل. لازم نفهم ان الناس دي بتضلنا. محدش هيخاف على مصر ولا هيحب مصر غير ولادها. مش هم اللي قاعدين هناك بيقبضوا علينا بملايين الدولارات عشان عاوزين يخربوا البلد. ليه؟ لمصالحهم الشخصيه. عاوزين يقبضوا يا باشا، عاوزين يقبضوا بالدولارات يا باشا. مين بيمونهم الله اعلم، مين وراهم الله اعلم. بس للاسف ربنا هيخسف الارض باعداء مصر، عشان ايمان مصر بالله قوي، وجيش مصر قوي، وشعب مصر اقوى من اي شيء في الارض. تحيا مصر، تحيا شعب مصر العظيم، تحيا جيش مصر العظيم، تحيا الرئيس عبد الفتاح السيسي. فعلا لو نزل الانتخابات انا هكررها، مره هنتخبه والتانيه هنتخبه والتالته هنتخبه. الراجل الاصلح قسما بالله والانسب في الوقت اللي احنا فيه ده. الراجل ده كان عنده منظور للي بيحصل دلوقتي من اول ما مسك، والدليل ان هو بالفعل سلح الجيش وخلى الجيش قوي، قوى الجيش في الشرق الاوسط. الراجل ده يوم ما قالوا التهجير رفض وقال لا، مش ههجر، لا للتهجير. يوم ما اندعى للزياره للبيت الابيض ما راحش. الراجل ده قوي جدا وما بيخافش من اي حد على وجه الارض. هم المصريين كده اقوياء في كل مكان. يا رب نكون فهمنا حاجه ونكون استفدنا. حافظ على اهل بيتك، اوعى حد يعمل لك غسيل مخ. وطنك غالي عليك، اوعى تسمع كلامهم، اوعى تسمع الكلام القنوات المضله. والله عاوزين يخربوا البلد. وساعتها قسما بالله هتلاقي وامك مش في امان، اختي واختك مش في امان، مراتي ومراتك مش في امان، بنت خالتي بنت عمتي مش في امان. خليك ورا رئيسك، خليك ورا جيشك. بلدك قويه، جيشك قوي، رئيسك راجل قوي، قسما بالله راجل قوي. الحمد لله يا رب، الحمد لله ان احنا في امن وامان. نحمد ربنا، مش عاملين زي الدول المتبهدله والله، اللي سمعوا كلام القنوات المضله اللي ضلوهم زي العراق وسوريا. انضلوا شعبهم انضل. شوف ايه اللي بيحصل فيهم دلوقتي، شوف المجازر واللي بيحصل فيها. انا راجل سافرت بره مصر، انا سافرت العراق وشوفت اوضاع ما تزعل، ما ترضيش حد. قولوا الحمد لله على الامن والامان اللي الراجل معيشنا فيه. الحمد والفضل والشكر ليك يا رب على الامن والامان اللي احنا فيه. امك في امان، وامي في امان، واختك في امان، واختي في امان. يا رب نكون فهمنا حاجه. السلام عليكم.